بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد 6 نقاط باللعبتين شيء جيد، اذا تبي تنافس على البطوله هذا شيء مهم جدا. الشغله الثانيه، يعني مباراه اليوم افضل من المباراه السابقه، كانتشار بالملعب، كمجموعه، ك تكتيك مدرب افضل من المباراه السابقه. احنا طموحنا اكثر بعد. لا، لا، الكويت الحين ما نبي نتكلم، احنا مباراة الكويت 3 نقط مهمين. الكويت ولا غير الكويت، مع احترام الكويت، فريق الكويت فريق كبير، فريق محترم، لكن احنا المهم اذا نبي ننافس على البطولة 3 نقط مهمين، مع فحيحين ولا مع الكويت ولا مع الشباب، مع اي فريق. 3 نقط مهمين حق اللعبة الجاية. هاي شغلة. الشغلة الثانية اتمنى، طبعا انا طبعا المدرب كبير وما نعلمه، لكن اتمنى يركز على الكرات الثابته. ممكن تاخذ مباراه بكره ثابته واحده، يعني كاظمه خذوا 3 نقاط من السالميه بكره ثابته واحده بكورنر، خذوا المباراه. فارجو، لان شكلنا احنا مو متدربين على الكرات الثابته، فارجو ان يمكن الكرات الثابته اللي علينا واللي لنا مهمه ان نركز عليها. بعدين الشغله الثانيه، اتمنى من مدرب المنتخب، اتمنى من مدرب المنتخب انه يشوف عبد العزيز النصاري، باكن الشمال. شو اتمنى، لانه لا صراحه لاعب والله يوفقه ان شاء الله. وما اقول انه للحين وصل توب، لكن انا اشوفه قاعد يؤدي اداء جيد، الله يحفظه ان شاء الله. لكن انا اعتقد انه مدرب المنتخب، انا ما ادري شنو طريقه، هو انا عارف انه مواليد الكويت، فاتمنى من مدرب المنتخب يشوف عبد العزيز النصاري، ما عبد العزيز النصاري، لانه فعلا قاعد يقدم مستوى جيد ومن اللاعبين الجيدين. انا ما اتكلم عن مباراتين، هو من اللاعبين الجيدين. فاتمنى اذا في مجال، طبعا القانون يسمح، ان مدرب المنتخب يشوف عبد العزيز.